هعمل معاكم النهارده بقى بيتزا خطيره ما بتاخدش وقت خالص، من غير لا عجن ولا فرد. اي خضار عندكم متوفر بتحطوه. طبعا ممكن تجهزوها للفطار احسن من سندوتشات وسريعه جدا. معايا بقى بوله هحط فيها معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه من السكر وكوبايه من الميه الدافيه. طبعا ما تكونش بتغلي ولا تكون بارده عشان تخلي الخميره تتفاعل معايا. هدوب السكر كويس جدا وهغطي عليها لمده 10 دقايق. اول ما اتاكد ان الخميره شغاله معايا واتفاعلت معايا بضيف بقيه المكونات. معايا بقى معلقه من الملح ونص كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من اللبن البودر ومعلقه من الزعتر و3 معالق كبار من الزبادي بدرجه حراره المطبخ ومعلقه من الخل، وبقلب كويس جدا جدا. وبعد كده بضيف بقى عليهم كوبايتين من الدقيق، ويفضل بقى الدقيق يكون مخصص للمخبوزات او متعدده الاستخدامات. بقلبه كويس كده مع بعض وحاول ان انا انزل بقى الجوانب كويس لغايه ما يوصل معايا كده خليط لا خفيف ولا تقيل، يكون متوسط كده. بنزل بقى عليه بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، وشايفين بقى الخليط عامل معايا ازاي. هكون محضره بقى صاج او صينيه مقاس 30 في 40، وطبعا لو الحاجه بتلزق بندهنها كويس جدا او نحط ورقه زبده. انا هنا عشان انا عندي صاج مش بيلزق فما دهنتش عليه اي حاجه خالص. هبتدي بقى انا اوزعه كده. طبعا انا عايزه الخليط ما يكونش سميك خالص، انا عايزاه يكون رفيع، وهسيبه على جنب لمده ربع ساعه لغايه ما احضر الصوص بتاعي. انا طبعا مش بسيبه يخمر ولا اي حاجه، انا بس بسيبه يرتاح. هكون بقى حضرت بقى معايا معلقتين من الكاتشب، معلقتين من معجون الطماطم، ومعلقه من البصل البودر والثوم البودر، ومعلقه من الزعتر. الزعتر بقى بيبقى خطير في صوص البيتزا، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الزيت اذا كان زيتون او نباتي زي ما تحبوا او المتوفر عندكم. وبظبط طبعا الملح هنا طبعا زي ما تحبوا برضو. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض معايا، ويكون معايا ربع كوبايه او 3 معالق كبار من الميه اللي بتغلي. بنزلهم بقى على الخليط وبقلب كويس جدا لغايه ما يبقى معايا كده خليط لا خفيف ولا تقيل، متوسط كده عشان اعرف اوزعه على البيتزا. وطبعا بقى انا عشان سبت الخليط يتشمع معايا كده لمده ربع ساعه، فما تقلقوش الصوص مش هيخش جوه العجينه خالص. اهم حاجه بس ان انا اسيبها ربع ساعه ترتاح. نزلت بقى الصوص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي ان انا اوزعه كده بظهر معلقه كده بالراحه خالص. وفي المرحله دي لازم اكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبلها كده ب10 دقايق. قبل ما ادخل الخليط فيه لازم يكون الفرن ساخن كويس جدا. بعد ما ضفت الصوص بقى هضيف بقى الجبنه. وطبعا بقى في تريكه عشان تخلي الجبنه تبقى بتمط ويبقى شكلها حلو على البيتزا، لازم اكون مخرجاها من التلاجة قبلها كده بساعه، بتكون واخده على درجه حراره المكان. ضفت بقى الخضار اللي متوفر عندي. انا كان عندي فلفل الوان وفلفل حامي وبصل وزيتون، وضفت عليهم كمان طبقه من الجبنه، ودخلتهم بقى على الفرن لمده 10 دقايق. بتخرج معايا بالشكل الخطير ده، ريحتها تجنن وشكلها حلو جدا. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.